أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة عندنا خبر حامي. المعلق الجزائري حفيظ دراجي بيقول إن الجزائر ممكن تدرس الانسحاب من كأس إفريقيا 2025 بعد ما المغرب فرض الفيزا على الجزائريين. يعني بصراحة كأن الجزائر مش قادرة تتعامل مع الإجراءات البسيطة. المغرب نظم أمور الدخول والجزائر زعلانة، وكأنها حصلت حاجة كارثية. يعني بصراحة الواحد يستغرب. المغرب عامل نظام تأشيرات عادي زي أي دولة في العالم، لكن الجزائر واخدة الموضوع على محمل الجد جدا. تخيلوا بلد كله مشاكل داخلية وما يعرفش يحلها، فجأة بيحاول يعمل ضجة على شيء بسيط زي التأشيرات. المغرب من ناحيته مستمر في تنظيم البطولة بكل احترافية، وبيجهز الملاعب وبيسهل للفرق والجماهير الدخول بشكل منظم. يعني كل يوم بيبان للعالم إن المغرب قادر يدير الأمور بشكل محترف، والجزائر مستمرة في الشكوى والدراما. الموضوع كله بيأكد حاجة واحدة: المغرب قوي منظم وواثق في نفسه، والجزائر بدل ما تركز على تطوير كرة القدم عندها مشغولة في التصريحات والمناوشات الإعلامية. الصراحة العالم كله شايف الحقيقة، كل دولة عارفة مكانها، والمغرب كاسح في التنظيم والنجاحات، والجزائر مجرد ضجيج. في النهاية حفيظ دراجي ممكن يتهدد بالانسحاب، بس الواقع يقول الكرة ستلعب، المغرب مستعد، والجزائر هتفضل تشتكي. تحيا المغرب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد عن أخبار الكرة والسياسة في إفريقيا.